السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواتي في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودوزتوا عيدكم في اتم الصحة والعافية. اعاده الله عليكم باليمن والبركات ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم حلوى بدون فرن، بثلاثه المكونات فقط، صحية وطبيعية وزوينه بزاف. تقدموها لوليداتكم يفطروا بها ولا يديوها معاهم المدرسة. صراحة زوينه بزاف، يعني بلا مناسبة العيد. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. بقاو معايا من اول فيديو لاخره وتعرفوا على المقادير. في المقادير ديال هاد العجين درت ربعة ديال التمر، فورته وحيت ليه العظم وطحنته، ونص كيلو ديال الكاوكاو حتى هو حمرته وطحنته، ومعلقه ديال القرفه. هادشي اللي كاين في هاد العجينه هادي، لان المقطع ديال الفيديو تحذف ليا. جمعت هاد العجينه هادي على هاد الشكل هذا، وغادي نقطعها لثلاثه القطع بحال هكا. صافي وغادي نحربلها في الزنجلان. الزنجلان نقيته حمرته مزيان، وغادي نحربل فيه هاد الحرابيل ديال هاد الحلوى هادي كاملين، يعني غادي نتلبسوهم مزيان بالزنجلان. وكما كتلاحظوا معايا راني موجده الشكلاط الابيض والشكلاط الاسود، والمقادير غادي نخليهم لكم بالتفاصيل في صندوق الوصف. صافي هنايا راني غادي نكور هادوك الحرابيل ديالي مزيان هكا، نلبسهم بالزنجلان. الزنجلان البنات يكون محمر مزيان، لان هاد الحلوى ما كطيب ما حتى شي حاجه، والكاوكاو حتى هو يكون محمر مزيان. انا راني قليته صراحه في شويه ديال الزيت في المقله، حيدت ليه القشور ديالو طحنته. صافي هنايا غادي نلبسهم هكا كما كتلاحظوا في الزنجلان مزيان على هذا الشكل هذا. صراحه هاد الحلوى كتجي صحيه وكتجي زوينه طبيعيه، يعني ما فيهاش لا سكر حتى شي حاجه، يعني غير ديك الحلاوه ديال التمر كتجي زوينه بزاف صحيه. تقدموها لوليداتكم ولعائلتكم، يعني واقتصاديه، ما فيهاش شي مكونات كثيره، وبدون فرن بدون مجهود صراحه. صافي غادي نلبسهم هكا هاد الحرابيل ديالي كاملين هكا بالزنجلان، ونستمر على هاد الطريقه حتى نسالي الحرابيل ديالي بثلاثه ونرجع معاكم. مني كتساليوهم على هاد الشكل هذا كتجيبوا واحد السكين ولا شي معلقه ديال الخشب، وكديروا ليهم هكا واحد الثقب كبير هكا في الوسط ديالهم، وهما كتبسطوهم شويه، كتبركوا عليه مزيان باش كيتبسطوا، وكيكون داك الثقب ديالها كبير. تما فين غادي نديروا الشوكولات. صافي على هاد الشكل هذا نتوما كتضغطوا، نتوما كتحاولوا تخليوها يعني مقاده. انا درت ليها هكايا دي بالسكين. نتوما كتخدموا باي حاجه كانت عندكم، يعني يا معلقه خشبيه او سكين او هكا شي عود ديال القطبان هكا غليظ ولا شي حاجه. صافي غادي ندير لهم على هذا الشكل هذا. كتحاولوا ديروا واحد الثقب كبير باش غادي نعمروه بالشوكولاط الاسود كما كتلاحظوا معايا. هنايا ذوبت الشوكولاط الاسود في حمام مريم وضفت ليه شويه ديال الزيت. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نعمر كاع الحلوى ديالي، ونرجعوا باش غادي نذوقوها بالشوكولاط الابيض. غادي نذوبوا الشوكولا البيضاء نديروها في واحد الكيس بلاستيكي، وغادي نبداو ديروا ليها هكا خطوط عكس الشوكولاته السوداء. على هاد الطريقه هذه غادي تذوقوا الحلوى ديالكم على هاد الشكل هذا. وغادي نديرها في المجمد واحد ربع ساعه او ثلث ساعه، وعاد نجبدوها حتى تقبط في راسها مزيان وداك الشكلاط ديالنا يجمد، وعاد غادي نرجعوا باش غادي نقطعوها. كما كتلاحظوا معايا كديروا الخطوط هكا بالعكس. صافي غادي نجيبوا واحد السكين وغادي غادي نتجروا به داك الشوكولا ديالكم باش غادي يعطيكم هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. صافي هنايا راه غادي نديرها في المجمد كما تسبق لي وذكرت معكم ربع ساعه، ونرجعوا باش نقطعوها. بعد ما بردات راني خديت واحد السكين حاد، صافي كنبداو نقطعوها هكا على شكل مائل. المهم الشكل اللي كتقطعوها على حسب الذوق ديالكم، يعني كيفاش بغيتو تقطعوها. صافي انا كنقطع على شكل مائل، وراني موجده الكويغطات حاطاهم في واحد الاناء اخر. صافي غادي نقطع الحلوى ديالي وغادي نديرها في الكويغطات. صراحه ساهله، يعني ما فيهاش نهائيا شي مجهود كبير، وكتجي صحيه، ما فيهاش مواد محافظه، طبيعيه، ما فيهاش سكريات مصنعه. شي حاجه زوينه بزاف صراحه كتعجبني انا شخصيا. صافي غادي نديرها هكا في الكويغطات كامله، نستمر على هاد الطريقه حتى نسالي الحلوى ديالي ونرجع معاكم. بعد ما ساليتها كيجي هذا هو الشكل النهائي ديالها.
كديروها في واحد البواطه وديروها غير في الثلاجه لتحت، وكتبقاو تقدموها هكا لعائلتكم وليداتكم، صحيه وزويونه. كنتمنى تنال اعجابكم، وإلا عجبتكم اخواتي ما تنساوش تدعموني باللايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. ونشوفكم على خير ان شاء الله الى فيديو قادم بحول الله.